السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض بقى صينية المحاشي المشكلة بالفراخ، وهوريكم ازاي ان المحشي هيستوي في الفرن حلو جدا، والفراخ هتستوي في قلب المحشي وهتطلع دايبة وحلوة قوي. اتمنى تجربوها، سهلة وبسيطة والطعم بتاعها خطير جدا. وفري على نفسك بقى دبكة المواعين والوقفة الكتير في المطبخ عشان الحر ده. هنا جمعنا مع بعض البتنجان والكوسة والطماطم والفلفل، ويلا بقى نسمي ونصلي على الرسول وندخل على طريقتنا النهارده. بس اتمنى الطريقه لو عجبتك ما تنسينيش بقى في اللايك والشير وتقولوا رايكم في الكومنتات. اول حاجه معايا طاسه على النار، او معايا طبعا حله او اي صينيه او اي حاجه فيها كميه الزيت اللي انا هحتاجها، ومعايا معلقتين من السمنه، وممكن على فكره قطعه من الليه بقطعها صغير جدا واسيبها في الزيت لحد ما تسيح جدا. وبعد كده بنزل بكميه البصل اللي انا مقطعه معايا، طبعا تقطيع كبير شويه، يعني مضروبه في الكبه بس مش قوي. خلاص البصله بتاعه المحشي بتبقى خشنه شويه، وبقلب البصله لحد ما بتدبل معايا. وبعد ما البصله دبلت بنزل معايا بقرن فلفل اخضر زي ما انتم شايفين كده، قرن شطه سوري. وبنزل معايا برضو بمعلقه هريسه من الشطه، والهريسه دي مش حادة قوي، يعني وسط، مش حراقه قوي ومش بارده. طبعا لو حابين تحطوها حراقه، مش حابين تحطوها، دي حاجه ترجع لكم. بقلبهم مع بعض، وبنزل معايا بكميه الصلصه اللي انا محتاجاها كده. دي صلصه احنا عاملينها في البيت، تقدروا تنزلوا بصلصه جاهزه مفيش اي مشكله. وهنزل بقى معايا بالبهارات، ملح وفلفل اسمر وبهارات وكزبره وشويه من البابريكا، وطبعا شويه من الكمون، وبقلبهم مع بعض. ومنساش طبعا معلقه سكر صغيره عشان تعادل حموضه الطماطم. بقلبهم كده، وبيبقى معايا شفشق طماطم انا ضرباه في الخلاط، بس ما بضربهوش قوي، ضربته في الكبه ما بضربهوش قوي زي ما قلت لكم. الطماطم بتكون خشنه وفي نفس الوقت مش بتضاف لها ميه، عشان انا عايزه صلصه المحشي الطماطم بتاعتها تكون مضروبه ضربه خفيفه كده، تكون خشنه شويه. خلاص انا كده خلصت الصلصه، هسيبها تتسبك مع بعضها. وتعالوا بقى، غسلنا البتنجان اللي عندي كله والكوسه والفلفل. انا بوريكم دول اللي احنا طبعا جمعناهم مع بعض كده من الارض زي ما انتم شفتهم كده، حاجه جايه طازه زي الفل من الارض حالا. ماشي، غسلنا البتنجان والكوسه والفلفل كويس قوي. وبعد كده الشطه اللي انتوا شايفينها دي شطه كبيره، مش دي اللي انا كنت جمعاها، بنقطع منها شويه كده، بنقطع منها نعمل القرن على 2، وبنبدا نقورها كده بالسكينه او بالمقوار عشان نطلع كل البذور اللي فيها. وطبعا الفلفل زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده برضو بطلع البذر اللي فيه. طبعا كلنا شطار وبنعرف نقور البتنجان والفلفل والكوسه والكلام ده كله، بس انا طبعا بناشد البنات الصغيره. خلاص كده. وطبعا هنقور مع بعض الكوسه والبتنجان. بعد ما بقور الكوسه انا بخربشها كده بالمقوار او بسكينه مشرشره كده عشان تديني شكل كويس. وطبعا وانا بقور الكوسه ما برققهاش قوي، بحاول اخلي فيها شويه من اللحم، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. لو رفيعه قوي هتفرقع معايا، وانا بحشيها هتفرقع معايا في قلب السوا. تمام. وطبعا احنا عايزين الغزه اللي فيها. ونفس الكلام البتنجان، بس البتنجان انا بقوره كويس بقى. قورت البتنجان، بس البتنجان زي ما بقول لكم بيتقور كويس، اما الكوسه بسيب فيها شويه. كده خلصت كل التقوير، وغسلت البتنجان تاني والكوسه بعد ما قورتهم. وهنا الصلصه خلاص جاهزه معايا، نزلت عليها بكميه الرز اللي انا عاملاها. بقلبها كده كويس. وبعد كده بنزل بقى بالخضره المشكله معايا. غسلت الخضره وخرطتها كويس قوي ناعم. وبعد كده بنزل بالخضره المشكله اللي معايا زي ما انتم شايفين. طبعا احنا عملنا خلطة المحشي مع بعض اكتر من مرة. وهنا معايا دي بصلة مع قرن شطة حراق تاني اللي عايز، احنا بنحب المحشي حراق. ومعايا ورق نعناع اخضر بضربهم في الكبة وبنزل بيهم. وبنزل معايا بملح تاني، نفس البهارات اللي انا حطيتها، ملح وفلفل اسود وبهارات وكمون وكزبرة ناشفة. خلاص. بنزل تركة البصل مع النعناع الاخضر مع القرن الشطه الحراق، لما اضربهم في الكبه وادعكهم بالبهارات والملح كده بتخلي المحشي في حته تانية خالص. خلاص كده قلبت كل الخلطه، وببدا بعد كده بحشي زي ما انتم شايفين. انا بحشي لما بحشي البتنجان انا بخليه 3/4، يعني بسيب ربع كده منه فاضي عشان اسيب المساحه دي للسوا. خلاص كده. حشيت كل البتنجان وركنته على جنب. وتعالوا بقى نتبل مع بعض الفرخ. معايا هنا شويه من الصلصه او من الكاتشب، وبنزل عليهم بمعلقه من المستردة، ومعلقه من دبس الرمان وفلفل اسمر وكمون وبهارات. تمام. وطبعا بابريكا. وطبعا معايا معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر.
يعني اي بهارات عندكم انتوا حابين تحطوها مفيش اي مشكله خالص. وبقلب كل التتبيله دي مع بعضها تاني، فلفل اسود وملح وتوابل دجاج او اي توابل عندكم، وتوم باودر وبصل باودر وكزبره وبابريكا. هبقى مكس كل الكلام ده مع بعضه، وبعد كده بضيف له معلقتين زيت، وممكن ما تضيفوهاش خالص يعني عادي، واتبلها من جوه ومن بره في الفرخه. وبسيب الفرخه من قبلها بليله في التلاجة او من قبلها بساعتين 3 زي ما انتوا حابين. بنزل بقى بالتتبيله على الفرخه زي ما انتوا شايفين، وبدعكها كويس جدا جدا من بره ومن جوه ومن تحت الجلد، من جوه الفرخه من بطنها من جوه كده. ولو انتوا حابين تعملوا تشريحات في صدر الفرخه كده، اهم حاجه تتبلوا الفرخه دي من قبلها بساعتين 3 او من قبلها بيوم. حابين تحطوها على طول برده مفيش اي مشكله. معايا طاسه فيها شويه من الزيت، وببدا بعد كده انزل الفرخه في الزيت. اوعوا تحطوا الفرخه نيه يا جماعه، لازم الفرخه تنزل في الزيت وتتحمر، عشان بتفرق جدا معاكم في الطعم وفي الريحه. بصوا يا دوبك خدت لون، انا قلبتها بحمرها من كل الجوانب. لازم الفرخه تتحمر، ما بحطهاش نيه في قلب المحشي. فضل معايا شويه من تتبيله الفرخه، نزلت معايا بهارات، معايا خضار مشكل زي ما انتم شايفين، جزر، بصل، طماطم، تقدروا تحطوا بطاطس، اي حاجه. حطيتها في قعر الصينيه، وببدا بعد كده ارص المحشي زي ما انتم شايفين. بحط الفرخه في النص، وبخلي الجنب ده مثلا بتنجان، الجنب التاني كوسه، الجنب التاني فلفل. واخدين بالكم؟ انا هنا يعني حطيت الفرخه، وكنت حاطه كمان نص فرخه، يعني قطعتين كمان، ربعين كمان معاها. انا شلت الربعين دول في الاخر، حطيتهم في صينيه تانية، لان كنت حاسه ان هيبقى زياده. حطيتهم في صينيه تانية، عملت صينيه تانية مشكله. في النهايه هتلاقوني شلت الاتنين دول مع شويه محشي تانيين طبعا، وعملت لهم صينيه تانية خاصه بيهم. بصوا انا شلت كده، خليت الفرخه اهو يا دوب، ورصيت بقى الكوسه لوحدها على جنب، والبتنجان على جنب، والفلفل على جنب، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. رصيت المحشي كله مع بعضه كده. هقول لكم بقى على حركه ازاي نحول الصينيه دي اللي ملهاش غطا لحل الضغط. ازاي بقى؟ تعالوا الاول حطوا لي لايك بس الاول، وبعدين تعالوا نقول. هنا معايا كميه المرقه او الشوربه اللي معايا، حطيت عليها معلقتين من الصلصه وحدقتها كويس قوي، وحطيتها في الصينيه. نزلت بالمحشي كده، حطيتها يعني ايه 3/4 المحشي كده لما وصلت. وبعد كده هزيت الصينيه، وبعد كده بقى بجيب كيس من الحريري زي ما انا وريته لكم على مقاس الصينيه، وفتحته بالمقص وغطيت بيه المحشي. وحطيت بقى بعد كده ورقتين 3 فويل كده لما قفلت عليها كويس قوي. الكيس الحريري ده مش هيخلي التسويه، يعني هيخلي المحشي كله سوا واحد معاكي، تمام؟ بيخليها تستوي قوي. حطيتها في الفرن، بتقعد في الفرن من ساعة وربع لساعة ونص. بحطها الأول على الصاجة، بتقعد معايا حركة ساعة، وبعد كده برفعها نص ساعة على السلك، وبتستوي معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل واحد بقى زي ما انتوا شايفين تحطوها على السفرة، وكل واحد يجيب طبق وياخد بقى محشي مشكل من اللي هو واخده ده، مع قطعة من الفراخ. يعني حاجة كده لوحة فنية وشكلها تحفة جدا. وبصوا الصوص اللي تحت المحشي ده طبعا خطير جدا. الصوص ده بتحطوه في طبق كده، وتنزلوا المحشي فيه، تغمسوا المحشي فيه وتاكلوه، بيبقى طعمه خطير جدا. هو الصوص ده مش كتير، بيبقى شويه صغيره، بس بيبقى واخد طبعا من طعم الفراخ مع طعم المحشي. والفراخ بقى طبعا نزلت البهاريز بتاعتها في قلب المحشي، خطيره جدا. شوفوا بقى السوا بتاع المحشي، والرز بقى شكله عامل ازاي من جوه، وفي نفس الوقت مفلفل، والمحشي كله مستوى سوا واحد. انا بفتح معاكم الكوسه والفلفل والبتنجان عشان تشوفوا كله. تعالوا بقى نشوف سوا الفرخه. بصوا الفرخه دايبه جدا. انا وريتكم من الصدر قطعه، وهوريكم كمان الورك بقى او الدبوسه. بصوا يعني العظمه بتطلع منفصله خالص عن اللحم. وطبعا مش محتاجه اي لون، الكيس الحراري ما بيخليهاش محتاجه لون معايا خالص، طالعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكلها خطير جدا، لوحه فنيه يا جماعه. لما بتحطوها على السفره حاجه تحفه جدا. يلا حبايب قلبي، جربوا الوصفه دي، ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، ولايك وشير كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.